افريقيا ويقود مجموعه من الفرق. كيسولنا على الرجاء، المستجد ديال الرجاء اليوم هو معاذ الضحاك اللاعب ديال فريق اتحاد تورقه اللي وقع على عقد اعاره لمده سنه ما فيهاش خيار ديال الشراء. كنعرفوا الضحاك هو النجم ديال فريق اتحاد تورقه العام اللي فات، كنا كنتسناوه في كاس افريقيا الاقل من 20 سنه، ما كانش بان بالمستوى ديالو. لا تورقه كانوا كيعولوا على كاس افريقيا من اجل تسويق اللاعب، ولكن قبل من كاس افريقيا كان لاعب تبليسه في البطوله وكان غايب على مجموعه من المباريات، الشيء اللي اثر عليه في هذه كاس افريقيا ديال اقل من 20 سنه اللي كنا خسرنا النهائي ديالها امام منتخب جنوب افريقيا، وكان هو العميد ديال هذا المنتخب. كيف تشوف لو ترانسفير يعني باش تورقه تعطي اللاعب ضحاك الرجاء بريطي؟ هو المستفيد في العمليه بالدرجه الاولى هو فريق اتحاد تورقي. علاش؟ اولا كلاعب ديالك متميز، ربما العروض على المستوى المالي ما كانش في مستوى التطلعات، وكان لاعب ربما كانت عنده رغبه انه يبدل الاجواء، ولكن في ظروف ماليه احسن. اداره ديال فريق اتحاد تورقي بينت بانهم فعلا عرفوا يتعاملوا مع هذه الحاله. اولا غادي فريق الرجاء البيضاوي اللي فريق اللي كيعيش واحد الطفره على المستوى المالي وعلى المستوى الاداري، وبالتالي يكون هناك عزم اكيد بتقديم مستوى افضل، وامكانيات الماليه كذلك متوفره، ولكن عند بريتي بدون تفعيل بدون الشراء، بالتالي اللي معلمين في القضيه هما الاتحاد التركي صراحه. يعني لا فيترين اللي ممكن أفضل ان اللاعب تصوفوا فيها هو الرجاء الرياضي. اللاعب ابدا رغبه انه يلتحق فريق الرجاء، ولكن الرجاء ما تفكروش انه ياخذوا العقد ديال اللاعب بصفه نهائيه. دابا انا ما عرفتش الاسباب والدوافع اللي خلات فريق الرجاء البيضاوي انه ياخذ هذه المبادره بهذا الشكل، تاخذ لاعب واعد متميز، لا لاعب متميز ولكن لا لاعب معار وما كاينش عقيده شراء، وبالتالي ماذا ستستفيد الرجاء من هذا؟ على حسب موصلي انه في الميركاتو نقاش حول انه يلتحق بمره، ولكن ديك الزاميه الشراء احنا غناخذوه. امكانيه الشراء يمكن غتكون شروط ماليه اخرى في حاله الى تاقلم بسرعه مع فريق ديك الساعه الى تاقلم مع فريق الرجاء الرياضي. المهم الرابح في العمليه في الدرجه الاولى هو فريق اتحاد تورقي حتى الان. حتى اللاعب لا اللاعب صحيح متميز، واللاعب ربما حتى حنا كنعرفوا في الكره باقي اللاعب اللي كيفقد يعني الرغبه في البقاء ما كيعطيكش بواحد النسبه اللي كتنتظر منه، وبالتالي اللاعب صحيح مستفيد، فريق الاتحاد التركي مستفيد، في انتظار نشوفوا الاستفاده اللي يمكن تكون في الفريق الرجاء البيضاوي. تعزوز كيفاش هذا الانتقال هذا ديال اللاعب ضحاك الفريق الرجاء الرياضي؟ وهو كان اللاعب يجي بريتي، فكنظن غيكون واحد البوس كثير ديال اللاعب هو بغى يغادر. هذه كتبان كتوضح بان اللاعب بغى يغير الاجواء وبغى يمشي لفريق كي كيشوف هو يعني فريق كبير باش يبين على المواهب ديال. لكن كيبقى السؤال بريتي واش الرجاء لهاد الدرجه كاع محتاج اللاعب بريتي؟ الرجاء محتاج لاعبين، والرجاء هذا العام كتسيب لي اللعابه، بغيت تجيب لعابه متميزين، اللعابه متميزين اللي عندهم كونترا مع الفريق ديالهم خصك تشري. شفنا ما وقع مع الفتح في القضيه ديال المولوعه لمده طويله، والرجاء باغي المولوعه ولحد الساعه الصفقه مازال ما تحسماتش. مولوعه باغي يجي الرجاء، لاجون ديالو باغي يجي الرجاء، ولكن فريق الفتح الرياضي كيطالب بمبلغ مالي مهم اللي هو 500 مليون اللي كاين في القيمه ديال كسر العقد ديالو، وكيطالبها في دفعه واحده. بالاضافه كاين عندهم مازال الرجاء ما خلصتش فريق الفتح الرياضي في ديك النسبه من الصفقه ديال انتقال لاعب موهوب. الرجاء دعم اللي عجبني فيهم ان كاين سياسه في الانتدابات، ما كاينش جيب لاعب كما كان، مسيبلين اللعابه اللي باغيين يجيبوا لعابه اللي يقدموا لهم اضافه. ولكن تورقه كنظن هما اللي رفضوا انه يسرحوا اللاعب بصفه نهائيه، لان اللاعب ضحاك عنده الاسم ديالو، وتورقه هو اللي عليه في ترانسفير كبير على برا. انا نعطيو الرجاء عام سين فيترين غيتم التسويق ديالو، سيرتو لعب ولعب مزيان. الرجاء ديك الساعه الى اللاعب بان وقدم الاضافه غيتقاتلوا ديك الساعه، انفيستيو في ديك الساعه، غيبان لهم انه لاعب مهم، غيتاقلم معاهم، ربما يكون انفيستيسمون. يمكن كيف قال السي روحلي يمكن تقدر تكون كانت شي محادثات انهم في الميركاتو عطيونا نشوفوا هذه احتمالات ان نشوفوا ان يسيني معنا بريتي، ولكن في الميركاتو تقدر تكون واحد النيغوسي عاوتاني انهم ياخذوه بصفه نهائيه ما نقدروش نعرفوا، ولكن حنا كنحطوا احتمالات. غير هي انا كنقول نفسيه كفريق الرجاء البيضاوي بحكم هذه الشركه اللي دارت وهذه المسائل، كنظن هذه الخطوه كانت فيها جرأه انا ناخذ لاعب بريتي وانا كنلعب على لون تيرم. ما تعودناش الرجاء تاخذ بريتي من البطوله، هذا هو القصد ديالي. وعاده اللي كيمشي بريتي لاعب اللي كتكون في بدايه الطريق ديالو كتوجدوا. ربما كاين نقاش اخر غير معلن وغير منصوص عليه، هو ندوزوا هذه المرحله في انتظار انتقالات الشتويه، وممكن نقاش اخر حتى على مستوى الواجبات الماليه. يمكن يكون هذا اتفاق ضمني، ممكن لان الرجاء هما راه عندهم ما يكون التجربه من ناحيه التسويق بهذا الشكل، التدبير ملف ديال انتقالات اللاعبين. يمكن يكون اتفاق ضمني اللي كيخلي النقاش يتفتح على شروط ماليه. اللاعب ربما يبين لنا عنده امكانيات كبيره في النقاش معاه يكون شروط ماليه اخرى. اللي تيقول لي لا راه كاين احقيه الشراء كتغيروا حق، ما كنغيروش، حنا كناخذوا الاخبار المصادر ديالنا. ربما انت تيقتي هذه الهضره هذه حيت باغي طيب تيقاس شغلك هذا، ولكن حنا ملي كنمشيو ناخذوا المعلومه حنا اتصلنا وعندنا المراسل ديالنا اللي تيقوموا بالعمل ديالهم. دونك
الا بغيتي انت تيق هذيك الهضره كتبان لك صحيحه شغلك هذاك خليك. مي حنا اللي كنقول لك بان الاعاره ما فيهاش حقيه الشراء، ما كاينش بون ديال حقيه الشراء في العقد. انا نقدر ناخذها في واحد السياق اخر، يمكن دابا الخصاص اللي عند فريق الرجاء البيضاوي وبحكم هذه الشركه اللي داروا جديده يعني باغي واحد التقليعه باغينها تكون في المستوى، على اساس تكون في واحد المستوى انها يبداو مزيان ويلعبوا على الشامبيون ويلعبوا. فقالوا ممكن فكروا في هذا التفكير رغم الصعوبه اللي كانت عندهم باش يجيبوا هذا اللاعب ديفينيتيف، ان نبداو خاصنا نفكروا الشركه ونديروا واحد لو ديبي اللي غادي يكون مزيان بهذا اللاعب اللي عنده اللي غادي يوالم اللعب ديالنا واللي غادي يعطينا البلوس، ومن بعد نفكروا في الانتقال ديال اللاعب بصفه نهائيه. الحاله ديال الضحاك مع فريق الرجاء باش كيبين حاجه اخرى بان العرض قليل، لاعب متميز ما كاينش. بعض المرات كيقول له انتدابات، يقول له فينا هما انتدابات فين غتلقاهم؟ حنا على المستوى الوطني حنا كنعرفوا اللاعبين المتميزين كلهم في الفرق ديالهم. ثاني على المستوى الافريقي الصيف الاول كيمشي لاوروبا، الصيف الثاني كيمشي الاهلي والزمالك والانديه المصريه، وتبت تحل لنا اختيار الصيف الثالث او الرابع راه ولا هذا كيجي عندك، لان هذا هو الواقع اللي كاين. امكانيه الماليه ما تخليكش انك تنافس باش تجيب المواهب. لان علاش؟ حتى الاشتغال ديال الانديه الكبيره اوروبا مع مراكز التكوين في افريقيا كيخلي منك كيعطيهم حق الاسبقيه انه كيمشيو هاد اللاعبين الانديه الاوروبيه اللي كتساهم في التكوين ديالهم. وبالتالي قلت من فرق لا الخليج العربي ولا من الدوري المصري دائما كيكون عندهم السبق في الحصول على المواهب، بالتالي كتشوف الصعيد الوطني كتشوف اللاعبين قلال. غير خويا روح لي كاين شي حاجه خصنا نهضروا عليها بصراحه، لان ملي كتشوف كل سنه شكونوا لازم بعض الاحيان نكونوا صريحين مع انفسنا، لان كره القدم كتبغي المعقول. انا ملي كنشوف فروق كبيره ديما كتعتمد ان تجيب 15 10 من خارج النادي، فهذاك مركز التكوين ديالك شنو كيدير؟ اشنو كيدير؟ لازم نطرحوا التساؤل، ما بقاوش المراكز التكوين يلاه خدموا استعزوا حتى جا هذا البروجي ديال الشركه ديال ايفو سبور. عاد دابا المراكز التكوين في بزاف ديال الفرق خدموا، كانوا فرق اللي خدامين صراحه، كانت بركان الفاتح الجيش الملكي راه كل عام ولا دابا تتبيع لعاب ولا جوج من ديال المركز التكوين ديالهم. هذا العام باعوا الصوابي. الفتح هم داروا يعني بزاف ديال الانتقالات، اللاعب العلوي مشى ستوك سيتي، يحيى بن خالق مشى للعين، ها هو مولوع مطلوب. بركان ما بداوش التكوين هذه سنوات طويله، يلا كيوجدوا هما لاعبين باش يطلعوا للفريق الاول. بينما الرجاء بدات الاكاديمي الوداد العام اللي فات بدا هذا المشروع، ولكن خصك سنوات باش يقدر يعطيك. كاين بوادر، كاين عمل دابا في الفرق، وكاين فرق اخرى اللي مازال ما عندهاش ديال التكوين. سي عزيز لان لازم نعترفوا به بان كاين بعض الفرق اللي عندهم واحد الاسبقيه على مستوى الحصول ديال اللاعبين ديال الاكاديميه محمد السادس. هو واش هاد الفرصه متاحه لانديه اخرى؟ لا، توارقه هو الفريق اللي عنده شراكه مع اكاديميه محمد السادس. نديروا مع فرق كتكون الاستفاده. واش كاين فرق اللي تبغي تلعب الدور، يعني انا نعطيك اللعابه البروجي سبورتيف ماشي هو الاول، ان اللعابه خصو يتم التسويق ديالهم ويتم البيع ديالهم، كيستافدوا. واش كاين فرق اللي يقدروا يلعبوا لعابه عندهم 17 سنه؟ ربما التعثر كاع عندهم كذلك في فريق الفتح الرباطي ما عندوش ضغوطات على المستوى الجماهيري، على المستوى ربما كيعطيو. وراه السي عزوز هضر على قضيه التجربه الناجحه ديال فريق اولمبيك البيضاوي، لان ما حقاش الضغط الجماهيري، وفي هذيك تصور هذيك الفرقات السودات كاع مداو فيها الناس، ولات متعلقه على المستوى العربي والمستوى الوطني. هو هذاك الضغط الجماهيري ربما كان فيه مسائل سلبيه كذلك. شوف بغض النظر كلامك صحيح، بغض النظر كانوا مدربين عندهم شخصيه، كانوا معنا مدربين قويين، كتقول العماري كتقول لوزاني. مني انا لعبني 17 عام، حاليا صعيب قليل فين كتشوف في البطوله 17 عام. 17 عام دابا راه شي حاجه اللي استثنائيه. 17 علاش؟ لان هذاك المدرب كان قوي وكلمته قويه وما عندوش تاثير من اي جهه، ومآمن بك ومآمن بالقدرات ديالك اللي ما بقيناش كنلاحظوا في البطوله الوطنيه. انا بعض المدربين ولاو كيف كنقولوا خاصو بزاف الامور كنسمعوا، الرئيس كيدخل فيه، بعض الاشخاص اللي زاجون كيدخلوا فيه، ما بقاش عنده ديك القوه اللي يقدر